النخبة دول شوية ناس، في شريحة منهم قد يكون 10% ناس فاهمة، والباقي ناس أدعياء بيدعوا إن هم نخبة. النخبة طبعا هم اللي بيقولوا على نفسهم نخبة، هم للأسف الشديد مش نخبة، هم دول اللي يمثلوا الشعب، هم يمثلوا نفسهم بس، هم من جوه فاضيين. أنا ماليش دعوة، ما أعرفش يعني إيه نخبة. النخبة اللي هم القياديين سواء كانوا معارضة أو من الدولة، والاثنين أنا شايفهم دلوقتي بصراحة إن هم غلطانين. مفيش نخبة ومفيش شغل أصلا، ده كل دوت تخريب في البلد. مسمين نفسهم نخبة على أساس إن هم عايزين الحاجات اللي الشعب عايزها وبيعملوا اللي هم عايزينه. النخبة الحقيقية إن كانت من الحكومة أو من المعارضة هي لا تمثل الشعب اللي هو التمثيل الحقيقي. ولا أعرف حاجة عن النخبة ولا أسمع حاجة الكلام ده. النخبة الحكومية شغالة بنسب متضائلة، يعني اما النخب السياسيه اللي هي ماسكه البلد ناس كلها بتدور على تاخد ايه من الكحك. نخبه ايه؟ النخبه دول شويه بيتلموا على بعض، لا مؤاخذه بيقسموا اللي هم عايزينه، وانت منصبك وانت منصبك وانت منصبك وانت منصبك والباقي يولع. انا من رايي ان النخبه السياسيه شغاله صح. شايف من النخبه السياسيه المعارضه ان هي تخلي فعلا قلبها على البلد وتحط ايدها في ايد الحكومه بما يخدم صالح المواطن. شايف النخبه دلوقتي هي بتحرك الشارع للأسوأ سواء من الحكومه او من المعارضه. انا مش شايف فكر جديد، مش شايف في ناس بتقول دلوقتي احنا عايزين ننهض بالبلد اقتصاديا، لان بلدنا كلنا الكل خاسر في الاخر يعني. شئنا أم أبينا المجتمع ما بيعيش كما لو كأنه كل الناس زي بعضها بلا أي فروق. في النهاية في ناس بتتمايز بتختلف، بتحقق وضع بنسميه وضع النخبة. طب ده بيجي منين؟ من حاجتين. الأول مكانة، ممكن تكون مكانة اقتصادية ولا مالية، ثراء، حد وارث، حد عرف يبني نفسه وعنده فلوس فمن نخبة اقتصادية. أو ممكن تكون نخبة سياسية، شخص منتخب، شخص معارض، ده بيدخل في إطار النخبة. أو ممكن تكون علمية وفكرية، واحد زي الدكتور زويل لا شك إنه نخبة علمية، حد زي توفيق الحكيم الله يرحمه لا شك إنه نخبة فكرية وثقافية. نفس الكلام في الإعلام، نفس الكلام في الرياضة، نفس الكلام في الدين. يبقى أول حاجة عشان حد يبقى نخبة لازم يكون ليه مكانة ما متميزة في مجال مهم من مجالات العمل في المجتمع والدولة. لكن ده مش كفاية. بالإضافة للمكانة محتاج متغير تاني بنسميه التأثير، بمعنى إنك لما بتتكلم الناس بتسمعك، بتغير في طريقة تفكيرهم، بتخليهم بدل ما كانوا هيعملوا ألف لا ممكن يعملوا حاجة تانية غير ألف. طب بيعملوها ليه؟ لأنك أنت أقنعتهم بأنه اللي هم كانوا ناويين يعملوه مش في مصلحتهم أو مش في مصلحة البلد. جزء كبير من اللي إحنا عايشينه في مصر بيرتبط بأنه النخب بتاعتنا ما بتعرفش تشتغل مع بعضها، وهركز كلامي تحديدا على النخب السياسية. في 99% من تاريخنا كان عندنا النمط ده من النخبة، نخبة الفك المفترس. زملائي اختاروا اسم الفك المفترس علشان يشيروا بالظبط اللي حضراتكم شايفينه ده، سمكة كبيرة بتاكل السمك الصغير، كأنه نخبة بتبلع غيرها، ما ينفعش تعيش معاها، ما هو يا دول يعيشوا يا دي تعيش. وبالتالي على مستوى السياسة بتلاقي ان النخبة دي فك المفترس عايزة تسيطر على كل مراكز صنع القرار، ما بتقبلش فكرة الشراكة، ما بتقبلش ان تكون هي حكومة قوية وفي مواجهتها معارضة قوية. بالإضافة لكده انها بترفض وجود مراكز سلطة بديلة ومحتملة، يعني بعبارة أخرى ما ينفعش يكون في حد غيري على الساحة السياسية يقدر انه لما تكون في انتخابات حرة ونزيهة يفوز، يا كل الحصنة اللي في السبق بتوعي يدغدغهم. الحقيقة مرة تانية بقول لحضراتكم 99% من تاريخنا كان كده. أنا مش عايز أتكلم عن مينا نارمر موحد القطرين ولا الفراعنة ولا غيرهم، لا خلونا ناخد آخر 5-6 نماذج لعلاقات النخبة بالمعارضة وفكرة التعددية في مصر. هو لما محمد علي أسس دولة محمد علي عمل إيه؟ في الآخر خالص وصل لنا بأنه قضى على المماليك. مش هي دي كانت مذبحة القلعة؟ أهي مذبحة القلعة دي مثال مباشر على أنه في فك مفترس التهم مراكز صنع القرار المحتملة الأخرى، قضى على المماليك. الرئيس عبد الناصر في الآخر وصل لأنه لازم يقضي على النخبة اللي كانت موجودة قبل 52، بقى قانون الغدر وقانون إلغاء الأحزاب وتأميم المجتمع المدني والقضاء على حرية الصحافة وإلى آخره.
بيعمل ايه كل ده؟ نخبه جديده بتلتهم النخبه القديمه ومن كان يدعمها. السادات فكره ثوره التصحيح والقضاء على مراكز القوى نفس الفكره. مبارك بس كان اشيك شويه، بدأ من نقطة انه استوعب النخبة اللي كانت ساعتها في السجن لما الرئيس السادات مات، ابتدى يعمل تحالفات من تحت لتحت مع النخب المدنية ويرمي الإسلاميين في السجن. طريقة أخرى من طرق انه يكون عندك نخبة الفك المفترس. نسبة ده في تاريخ مصر قد ايه؟ 99%. بس ده مش النمط الوحيد، في نمط تاني احنا شفناه مع فترة ما قبل ثورة 52 اللي هي نخبة تكسير العظام. تكسير، بيقعدوا يكسروا في بعض، في الاخر مفيش حد بينتصر على حد، هم يفضلوا كده يكسروا في بعض يكسروا في بعض يكسروا في بعض. دي شفناها امتى؟ شفناها لما لقينا الناس بعد ما خرجت في ثورة 19 متحدين واقوياء ابتدوا ينقسموا. اول انقسام كبير شفناه كان ما بين سعد زغلول وعدلي يكن، مع انه الاثنين كانوا من زعماء الحركة الوطنية ساعتها. المصريين خدتهم الحمية ووصلوا لدرجة انه بقى بيقولوا الاحتلال مع سعد خير من الاستقلال مع يكن. يا نهار ابيض، يعني لو الاحتلال هيفضل بس سعد موجود احنا موافقين، بنحب سعد ومعانا ممكن نقبل الانجليز. انما تيجي تقول لي الاستقلال مع يكن، لا يا عم انا معاك. طبعا لحد ما دي كانت مبالغه من اجدادنا انه يوصل لمرحله انه يحط المبدا في وضع اقل من المصلحه. المنطقي ان المبدا واحد وواضح، الا وهو انه المصريون بعضهم في بعض ما يستقووش باي طرف اجنبي. انما ما هو اكتر من كده، بعد ما اقر دستور 23 رغم انه كان دستور ليبراليا قوي وديمقراطيا معقول، شفنا نمط غريب جدا من انماط نخبه تكسير العظام، بيكسروا في بعض. بصوا تلاقي حضراتكم تحصل انتخابات حره نزيهه، يجي لك الوفد يفوز اغلبيه في البرلمان، يشكل الحكومه، بعد ما يشكل الحكومه يصطدم مع القصر او مع الانجليز او مع الاثنين، بس عاده كان مع القصر. يحصل ايه؟ الملك يقرر اقاله الحكومه. طب بعد ما يقيل الحكومه يحصل ايه؟ لازم يتحل البرلمان. بعد حل البرلمان تيجي حكومه بنسميها حكومه اقليات، يعني حكومه من الزعماء الموالين للقصر، يروحوا مزورين الانتخابات. بعد ما يزور الانتخابات تفوز احزاب الاقليات التابعه للملك. بعد ما كل ده يحصل تلاقي حزب الوفد اللي هو حزب الاغلبيه يعمل اضرابات واعتصامات والى اخره. طب بعد ما كل ده يحصل والبلد تتشل يروحوا عاملين انتخابات حره نزيهه. طب بعد الانتخابات الحره النزيهه يفوز الوفد، بعد الوفد الصدام مع الملك، وبعد الصدام مع الملك اقاله الحكومه، ونلف لدرجه حضراتكم انه كان عندنا في 38 سنه، اسف، كان عندنا ب 38 وزاره بمتوسط عمر 9 شهور. ده قليل قوي. يعني بعباره اخرى احنا كاننا ما كانش عندنا استقرار على الاطلاق. واطرف حاجه ان احنا عملنا ريكورد، عملنا رقم قياسي. احنا عندنا حكومه او حقيقه برلمان قعد بالظبط 8 ساعات. الملك افتتح الصبح، قال الوفد ما يجيش منه حد رئيس البرلمان، الوفد كان معاه الاغلبيه، انتخب رئيس البرلمان سعد زغلول، الملك راح حالل البرلمان في نفس اليوم. كأنه إرادة الشعب المصري تم تدميرها في لحظات. عارفين حضراتكم ده معناه ايه؟ معناه ضمنا ان نخبة تكسير العظام دي بتمهد الطريق بالضرورة لنخبة الفك المفترس، وهو ده بالظبط اللي حصل. اول ما جه الرئيس عبد الناصر والضباط الاحرار لما قرروا الغاء الملكية والغاء الاحزاب وبناء نخبة جديدة، نخبة من العسكر والموالين ليهم، الشعب المصري الشقيق رحب تماما وما كانش عنده اي مشكلة، لانه النمط ده نمط تكسير العظام ما كانش مرضي. البلد مشلولة، مصالح الناس اللي في الشارع ولا على حساباتهم. مش هو ده اللي بيحصل دلوقتي؟ احنا دخلنا مرة تانية بنكرر نفس السيناريو. 19 و2011 هيفضلوا يكسروا في بعض، واضرابات واعتصامات ومظاهرات وموجة جديدة من الثورة وحركة تمرد وتجرد والحواديت دي كلها، لغاية ما هيجي لنا فك مفترس وهنرجع نقول، وهم نفسهم النخب دي هترجع تقول يا ريتنا كنا التزمنا بقواعد الديمقراطية. بس قبل ما انسى، علشان حضراتكم ما تقولوش ده الدنيا كده مظلمة خالص، الحقيقة ان في نمط ثالث هو للأسف لسه ما وصلناش، وهو نمط النخبة الثالثة، نخبة التعايش. الحقيقة موجودة في كل ديمقراطية من ديمقراطيات العالم. نخبة بتخضع لانتخابات تنافسية والشعب يختار ألف أو ب أو ج.
ده لما يجي وفقا لقواعد قانونيه معينه يقعد فترته 3 سنين 4 سنين 5 سنين وفقا للدستور بتاعهم. في الفتره دهيت بيجتهد في انه يحسن اوضاع الناس، والتاني بيعارضه، مش بيعارضه بمنطق يحط له العصايه في العجل عشان يوقعه، لا، لما يلاقي حاجه غلط يقول دي غلط، مش يلاقي حاجه صح يقول عليها غلط. بالاضافه وطبعا التاني لازم يعمل حاجه صح اصلا. عشان كده حضراتكم بنحط لها شعار كبير، بنقول ايه؟ بتختفي في النمط ده التناقضات البينيه، يعني التناقضات اللي ما بينهم لصالح التناقض الاكبر مع العدو. يعني ايه؟ لو في بيننا وبين بعض خلافات، الخلافات دي فورا تتراجع ونبقى كلنا ايد واحده ضد العدو الخارجي، ضد التهديد الخارجي. وحتى لو في تهديد داخلي احنا كلنا ضده، ضد الارهاب، ضد الفقر، ضد المرض، ضد الجهل. مش كلنا عمالين نتخانق مع بعض ونكسر عربيات بعض ومحدش فينا مركز هو مهتم انه يوصل لسكته او لطريقه او لبيته بالسلامه، المهم ان اللي جنبي ما يوصلش. نخبتنا اللي احنا عايشين معاها النهارده ممكن تكون نكبتنا، وده شيء مزعج، ولا خير فينا ان لم نقولها ولا خير فيهم ان لم يستمعوا اليها. بس عشان اكون امين، انا بتكلم عن نخبتنا نكبتنا، انا ما اقصدش المعارضه بس ولا الحكومه بس. اعتقد ان هم قاريين المشهد غلط وفاهمين مصر غلط وفاهمين معنى النخبه غلط. ان ما كانوش هيعقلوا وان ما كانوش هيفهموا طبيعه التحديات اللي بتواجهنا، وان ما كانوش مدركين ان السفينه بتقرب من الشلال وهم قاعدين بيتخانقوا مع بعض في غرفه القياده، يبقى اغلب الظن هم ما يستحقوش ان هم يكونوا نخبه، وهنكون ساعتها بحاجه لنخبه جديده حتى لو ما سميناهاش نخبه. اذن رساله من البرنامج الى جميع وحدات الشعب المصري الشقيق والجاليه المصريه اللي بتتابعنا، ارجوكم ما تنخدعوش بناس بتسمي نفسها نخبه، لان ربما يكونوا بيكرهوا بعض اكتر ما بيحبوا مصر، وده سرطان ينهش في جسد اي وطن. الحقيقه انا هحرجهم شويه، وبعد الفاصل هنقضي شويه وقت نعرف فيها النخب اللي بجد حتى لو كانت عدونا بتعمل ايه. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.